صبحي كابر جاني أم مجني عليه بعد الأحداث اللي شفناها وطلع وأنا بدأت من الصفر واتنصب عليا وبعت المطعم، والناس اللي اشترت المطعم طلعوا ردوا قالوا إن احنا اشترينا المطعم بالاسم بالعلامات التجارية. رأيي أنا في الموضوع إن صبحي كابر جاني مش مجني عليه. ليه جاني؟ لأنه صبحي كابر باع حاجة مثلا لو جينا نحسبها كمبنى كمطعم مثلا ب10 جنيه، بس عشان براند وعلامة تجارية واسم مشهور اتباع ب50 جنيه. فهوب طلع عمل فرقعة إن أنا بدأت من الصفر، واللي بدأ من الصفر ده بلسانه هو قال عنده مزرعة ما شاء الله تبارك الله فيها 5000 راس، يعني بمئات الملايين لو حسبناها يعني، ومطعم في السعودية، وأنا بدأت من الصفر وأفتح مطعم جديد. هوب طلع ترند، فالناس كلها هتبدأ تدور على الاسم الجديد، هتمشي ورا صبحي كابر وهتسيب المطعم القديم. فالمطعم القديم اللي عشان الاسم وعشان الشهرة وعشان براند بدل ما يندفع فيه 10 جنيه اندفع فيه 50 جنيه، الفرق ده كله اللي اشترى خسره، اتخرب بيته. وصبحي كابر هيسحب كل العملة بتاعته للمطعم الجديد. انتوا رأيكم ايه؟ صبحي كابر جاني أم مجني عليه؟